السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ فيديو جديد. النهارده رجعنا لسلسله الاكس بوكس 360. فيديو النهارده اتطلب مني كتير، وانا بصراحه قعدت كتير قوي عشان احاول اظبطه واحاول اخليه يطلع بشكل مناسب. تجارب كتير، اخطاء كتير، لكن النهارده الحمد لله. في فيديو النهارده هقول لك ازاي تلعب جي تي اي 5 اونلاين على الاكس بوكس 360 بتاعك اللي انت عامل له الجيل بريك بتاع باد افاتار. طريقه النهارده يا شباب هنتعلم ازاي نلعب جي تي اي اونلاين ببلاش، ولكن اهم حاجه لازم يكون عندك اكس بوكس لايف اكونت، ما يبقاش عندك اللوكال اكونت العادي. فانت ممكن بتكريت اكس بوكس اكونت من على موقع الاكس بوكس نفسه او من عن طريق الاكس بوكس نفسه يا شباب، بعد ما نشغل السيرفر الاونلاين. طبعا انت مفيش داعي تدفع اكس بوكس لايف او تدفع جيم باس، مفيش الكلام ده. انت بس مجرد ما كريت الاكونت وخلاص، مش لازم تدفع فلوس في اي حاجه خالص، لا مايكروسوفت ولا الكلام ده خالص، مفيش اي مشكله. تنويه بس مهم يا شباب قبل ما نبدا، الطريقه دي بتشغلك الاونلاين على الاكس بوكس، معناها ان انت ما ينفعش تعمل لوجن بالاكونت الاوريجينال بتاعك بتاع الاكس بوكس لايف اكونت. يعني لو انت عندك اكس بوكس 1 او اكس بوكس سيريس اكس وعندك اكونت اونلاين بتشتغل اصلا عليه، اصلا موجود، بتلعب عليه اونلاين مع الناس صحابك وبتاع اوريجينال يعني، فده يا شباب يستحسن ما تشتغلش بيه على الاكس بوكس 360 معانا. اعمل اكونت اكس بوكس لايف جديد بايميل جديد عشان خاطر لو حصل اي حاجه تبقى انت في الامان. لو فيديو النهارده يا شباب استفدت منه، ما تنساش تدي لايك على الفيديو وسبسكرايب على القناه وشير الفيديو ده مع اصحابك عشان الناس كلها تستفيد. وتعالى اقول لك تتعمل ازاي. ركز معايا قوي عشان الطريقه دي معقده شويه، فركز معايا خطوه خطوه علشان تشتغل معاك الطريقه من غير اي مشاكل. وعلشان ما نغيش كتير يا شباب، تعالى اقول لك تتعمل ازاي. على الكمبيوتر يا شباب هننزل بعض البرامج. اول واحد يا شباب اللي هو الستيل سيرفر، ده اللي هو الاساسي اللي هو هيدخلك على الاكس بوكس لايف. النهارده في فيديو النهارده احنا هنستخدم السايفر ستيلز دي يا شباب. الصفحه بتاعته انا هحط اللينك في الديسكربشن، يا ريت بس اليوتيوب ما يشيلوش. تدخل شباب على الصفحه دي يا شباب، وبتدوس هنا على فوق على اليمين خالص على الداونلودز، وبتعمل داونلود سايفر فور باد ابديت. رايت كليك وسيف لينك از وداونلود، مفيش اي مشكله. تاني حاجه معانا يا شباب الا وهو يا شباب جي تي اي 1.27. ده يا شباب السيرفر الخاص بجي تي اي اونلاين. احنا هنا بننزل تحت خالص يا شباب عند الداونلودز، بنيجي كده عند الاكس بوكس 360 بلجن، ونيجي كده عند داونلود فايل ورايت كليك وسيف لينك از او داونلود، هينزل على طول معانا ملف اكس سي اكس. تالت واحد يا شباب نخش كده على موقع الكونسول مودز بالشكل ده، ننزل كده تحت خالص، اخر حاجه تحت خالص كده عند بلجنز يا شباب. هنا هننزل حاجه اسمها الاكس دي ار بي سي، نيجي كده رايت كليك وندوس على سيف لينك از او داونلود، هينزل معانا دوت رار فايل. بقى كده يا شباب حاجه مهمه جدا برضو، انا هنا عندي ده انا رافع الملف اللانش دوت اي ان اي اللي هو المفروض بيتحط في الفلاشه بتاعه الباد ابديت. ده طبعا المفروض يعني في العادي انت بتعدل فيه بعض الاوبشن عشان خاطر بتشتغل معاك اونلاين من غير اي مشكله، ولكن طبعا الاوبشنز كتير علشان اشرحها لك في فيديو تاخد مني وقت كبير قوي. فانا بدل ما اشرح لك كل الكلام ده كله، فانا مجهز لك ملف اللانش دوت اي ان اي جاهز بكل الاوبشنز اللي انت المفروض تختارها يعني، ورافعه لك هنا عندي على الميديا فاير. فانت بس مجرد ما تنزله وتعمل ريبليس الملف اللانش دوت اي ان اي بتاعك. بس طبعا ما تنساش ما تعملش ريبليس كده وخلاص، لا، شيل الملف بتاعك الاصلي الاول، حطه في مكان احفظه علشان خاطر لو الحوار ما عجبكش او حابب ترجع او تقفل الاونلاين تاني، تعرف تقفل الاونلاين من غير اي مشكله. فده يا شباب ملف اللانش دوت اي ان اي اللي احنا المفروض هنشتغل بيه. اخر حاجه يا شباب برضو دي انا رافعها برضو على الميديا فاير دي يا شباب، جميع الاونلاين دي ال سيز بتاع جي تي اي 5 دي لازم تكون معاك، ولازم تكون محملها، ولازم تكون متاكتفه عندك على الجهاز علشان خاطر جي تي اي اونلاين تعرف تخش معاك. طبعا يا شباب انت ممكن بتلاقي الملف ده يا شباب برضو عند مواقع تانية كتير، او خش عندي في الديسكربشن، انا رافعه عندي هنا ومجمعه كله في ملف مضغوط، ورافعه هنا عندي على الميديا فاير. ده ملف اساسي. انا كده شوف خلاص نزلت كل البرامج دي كلها هنا عندي، انا حطيتهم في فولدر واحد يا شباب. فبتعمل يا شباب اول حاجه يا شباب بنيجي فلاشه الباد افاتار اللي هي المفروض في الاكس بوكس، فنطلعها من الاكس بوكس ونوصلها بالكمبيوتر كده يا شباب. الفلاشه متوصله بالكمبيوتر كده. عندنا احنا الفلاشه على الشمال اليو اس بي بالشكل ده يا شباب شكل الفلاشه. لو انت ماشي بالخطوات معايا في البلاي ليست بتاعه الاكس بوكس 360 فهتبقى عندك بالشكل ده. اول حاجه يا شباب السايفر باد ابديت، نيجي كده رايت كليك ونقول له اكستراكت في الفولدر بتاعه. وكده احنا ممكن نمسح ملف الزيب فايل ده، احنا مش عايزينه خلاص، مش مشكله. في فولدر السايفر ده يا شباب محتاجين بس الفولدر اللي اسمه سايفر، ومحتاجين ملف الاي ان اي بتاع الجي ار بي سي. نيجي كده ناخد دول كده كوبي، ونيجي كده على الفلاشه من بره خالص كده وندوس على بيست، مفيش اي مشكله. دي كده اول حاجه. تاني حاجه يا شباب نيجي كده عند الجي تي اي 127 ده البلجن بتاع جي تي اي. انا البلجنز عاده بحطها بره خالص، ندوس كده كوبي، نيجي كده عند فلاشه نحطها بره خالص بالشكل ده، مفيش اي مشكله، على فلاشه كده من بره على طول. طيب تالت حاجه يا شباب عندنا الاكس دي ار بي سي ده، انا كده نعمل له اكستراكت بالشكل ده. نفتح كده الفولدر بتاعه، طبعا احنا ممكن نمسح دي خالص مفيش اي مشكله. نيجي هنا كده عند الفولدر، عندنا يا شباب ملفين دول المفروض احنا ننقلهم على الفلاشه. رايت كليك كوبي، ندخل على الفلاشه، نيجي كده رايت كليك وبيست، تمام بالشكل ده. اخر حاجه يا شباب الملف اللي انا منزله بتاع اللانش تو اي ان اي اللي انا اصلا مجهزه على الاكس بوكس لايف، فبتعمل له اكستراكت بالشكل ده كده. انت ممكن تمسح ده مفيش اي مشكله. نيجي هنا يا شباب هنلاقي ملف اللانش، وهنا الجايد ده انا عامله بحيث
لو انت حابب تعرف ايه اللي معمول له ترو، ايه اللي معمول له فولس، وبيعملوا ايه، ده برده معلومات ليك لو انت حابب تعرف. يعني زي ما انت شايف هم كتير، فعشان اشرحهم كلهم فايه تاخد وقت كبير قوي يعني، فمفيش داعي. فانت بس مجرد بس ايه بتاخد ملف اللانش ده وتقوم ايه واخده كده كوبي وتقوم حاطه عندك على الفلاشه. هيقول لك ايه عايز تعمل ريبليس، عشان خاطر هو ايه موجود هنا يا شباب ايه زي ما انت شايف. فانت نصيحه يا شباب مني بلاش تعمل ريبليس على طول، لا كنسل وخد الملف بتاعك الاول، خده كده كوبي حطه في مكان مثلا في الديسك توب، حطه في مكان مثلا تاني على الكمبيوتر في حته في امان، عشان خاطر لو حابب ترجع تاني للسيتنج القديمه يبقى سهل قوي ايه تعرف ترجع لها. بعد ما سيفنا الملف الاصلي بتاع لانش دوت اي ان اي، فنيجي كده على الملف اللي انا اصلا مجهزه ناخده كده ايه كوبي، نيجي كده ايه ونحطه بيست. خلاص يقول لك ريبليس، قول له يا عم ايه ماشي. طبعا لو انت خدت بالك يا شباب وفاكر معايا، احنا في الفيديو يا شباب بتاع الفيكس بتاع بيس 2018 احنا اضطرينا نشيل كل البلجنز عشان خاطر البيس 2018 تشتغل. المره دي يا شباب البلجنز كلها ايه هتتحط من جديد، فدي برضو عشان تبقى انت عارف بيس 18 مش هتشتغل معاك، عشان بس تبقى انت ايه فاهم ومعايا على الخط. لو شغلت بلجنز على الباد افاتار بيس 18 مش هتشتغل، فيبقى انت هتعرف تلعب اونلاين ولكن بيس 18 مش هتشتغل معاك. لو عايز بيس 18 فانت تضطر ترجع ملف اللانش دوت اي ان اي تاني اللي احنا عملنا له سيف بره في الديسك توب، ترجعه تاني مكان الايه المعدل، وبعد كده ايه تفتح تاني اكس بوكس هيقوم يلغي الاونلاين، وساعتها تعرف ايه تشغل بيس 18. السيتنج اللي فيه مكتوب فيها ان هي هتلغي الاونلاين وكمان ايه مش هتقرا ايه البلجنز. فبكل بساطه يا شباب لما ترجع ملف اللانش دوت اي ان اي بتاعك الاصلي على الفلاشه بيس 18 هتشتغل والجهاز هيرجع تاني زي ما هو. لو حطيت اللانش دوت اي ان اي بتاعتي اللي انت نزلتها من ميديا فاير دي هتاكتف معاك الاونلاين ولكن هتوقف معاك بيس 18. خلاص اديني قلت اهو. طيب بعد خلاص ايه ما نقلنا اللانش دوت اي ان اي المعدله كده، اخر حاجه يا شباب عندنا ايه الدي ال سي. والدي ال سي المفروض طبعا ننقلها في فولدر الدي ال سي بتاع جي تي اي 5. لو انت عاوز تنقلها عن طريق الفلاشه فانت لازم بتفك الضغط الاول. طيب كده شوف خلاص بعد ما فكينا الضغط عن الدي ال سي يا شباب بنخش كده على الفولدر بتاعها. نخش كده على الفولدر ده طبعا ايه الاي دي بتاع اللعبه، ده فولدر بتاع الدي ال سيز عامه في الاكس بوكس. بتخش هنا كده هتلاقي ايه زي ما انت شايف كل الدي ال سيز عددهم يا شباب 14 دي ال سي. طبعا دول بيتنقلوا بالاف تي بي مفيش اي مشكله. لو انت الاف تي بي عندك فيه مشكله وبتاع ومش عارف تعملها ازاي ممكن عن طريق الفلاشه من عن طريق الاورورا فايل مانجر، شرحناها قبل كده في فيديوهات قبل كده قديمه، بس النهارده برضه هقول لك بتعمل ازاي. فانهم ايه لو انت عايز تنقلها عن طريق الفلاشه فبتاخد الملف او الفولدر ده اي فولدر يعني ده او الرئيسي بتاعه مفيش اي مشكله، تاخده كده كوبي وتنقله على ايه الفلاشه في اي مكان عادي مش مشكله، ممكن هنا بره مفيش اي مشكله خالص. كده عشان خلاص بعد ما القيمه خلصت نقفل بقى كل الكلام ده ونشيل الفلاشه ونوصلها بايه بالاكس بوكس بتاعنا. زي ما انت شايف شباب لو خدت بالك انا هنا عندي البروفايل اللي في النص ده كان ايه البروفايل بتاعي اللي اسمه شافي زي ما انت فاكر. لما ايه دخلت اونلاين ام ايه حولته الاكس بوكس لايف، وطبعا ايه اداني اسم جيمر تاج زي كده عشوائي. ده برضو انت ممكن تعمل حاجه زي كده لو انت مش عارف تعمل الاكونت اللايف من على موقع الاكس بوكس نفسه. تمام يا شباب كده ايه خلاص بعد ما دخل هو قعد معايا بالظبط محاولتين. طبعا زي ما انتم عارفين طبعا تريلي طبعا لازم انت ايه بتحاول كذا مره احيانا. اول ما يخش معانا يا شباب في اول مره بيطول شويه. بعد الصفحه دي يا شباب عشان خاطر بس هتيجي بسرعه انت مش واخد بالك، بعد ما الصفحه دي يا شباب ما تدوس على زرار الاكزيت علشان انت اول مره يا شباب بتعامل معايا الطريقه دي وتشتغل معاك في حوار الاونلاين، فهيطلب منك تختار يوزر نيم. تختار يوزر نيم مفيش اي مشكله، والستيل سيرفر للسايفر ده بيديك 7 ايام بريميوم بتجرب فيها كل حاجه، وينفع تداونلود اي حاجه انت عايزها مفيش اي ايه مشكله. ولكن انا في الحالة دي يا شباب انا ايه كنت بجرب كذا حاجه وبتاع، فانا حاليا اوريدي خلاص اخترت اليوزر نيم بتاعي. فلو دوست على زرار الباك دلوقتي عشان يخش على اورورا فهيقول لي ايه ويلكم شافي. انا قصدي ان هو مش هيقول لي اختار يوزر نيم، انت هيقول لك اختار يوزر نيم فتختار يوزر نيم مفيش اي مشكله وبتكونتينيو وهيخش معاك مفيش اي مشكله عادي. ولكن انا في الحاله دي بس عشان خاطر انا اوريدي عملت الحوار ده قبل كده فانا هيقول لي ايه على طول ايه ويلكم مفيش اي ايه مشكله. تمام فبندوس على زرار الباك يا شباب كده المفروض ايه هيعمل لود للاورورا. في الفتره دي يا شباب بيطول شويه، خلاص عادي سيبه براحته خالص لما يخلص وهو اوتوماتيك هيخش على الاورورا من غير ايه مشكله. زي ما انت شايف كده يا شباب ايه قال لي ايه هاي شافي وبتاع، وقال لي ان انا بستخدم ايه السايفر لايت علشان زي ما انت عارف قلت لك ايه هو بيديك سايفر بريميوم لمده 7 ايام ببلاش تمام اول مره، وبعد كده لو ما دفعتش فلوس هيقوم محول لك ايه السايفر لايت. بالسايفر لايت يا شباب تقدر برضه تلعب اونلاين مفيش اي مشكله. ولكن يا شباب ميزه السبع ايام البريميوم دول ان انت ممكن بتشغل جميع انواع اللعب اللي عندك وبتنزل كل الابديتس اللي انت عايز تنزلها اول باول اول باول على طول. وكمان لو انت فاكر ملف جي تي اي اللي هو بتاع الدي ال سي اونلاين ده لو انت مش عارف تنزله او في مثلا ما نزلتش كل الدي ال سيز او حاجه فانت ممكن في خلال السبع ايام الاولانيين البريميوم دول بتوع السيرفر تقدر تخش على جي تي اي، ولما تيجي تخش على الاونلاين هو هيديك كده ايه صفحه هيقول لك داونلود انت عندك ايه في بعض دي ال سي ناقصه خش اعمل لها ايه داونلود. هينفع ساعتها تعمل داونلود من خلال اللعبه نفسها لاي دي ال سي عندك مش موجوده. انا الفيديو ده يا شباب ايه كنت مصوره فانا هحط لكم ايه دلوقتي حالا اهو شوفوا كده ده كده حاليا يا شباب ايه وانا بعمل
داونلود للدي ال سيز عندي اللي ناقصه من عن طريق اللعبه نفسها من جوه الاكس بوكس نفسه. فانت لو كده ما عرفتش تنزل جميع الدي ال سيز اونلاين من ملف، او نزلت مثلا ملف ناقص ما فيهوش ال 14 دي ال سي كلهم، فتقدر تنزل كل الدي ال سيز يا شباب من عن طريق اللعبه نفسها من على الاكس بوكس لايف خلال السبع ايام. بعد السبع ايام الاولانيين يا شباب وبعد ما تنقل لللايت مش هتعرف تنزل حاجه خالص، لازم تدفع لهم فلوس عشان خاطر يكتبوا لك البريميوم من اول وجديد. خلاص دي برده حاجه خد بالك منها كويس قوي. تمام. تاني حاجه يا شباب برده لو انت عايز تخلي السيرفر الاونلاين ده شغال معاك على طول على الاكس بوكس بتاعك، لازم كل الالعاب اللي عندك، يعني انا مثلا هنا عندي كام 201 لعبه، لازم كل الالعاب دي يا شباب تفتحها مره واحده على الاقل خلال 7 ايام. ليه؟ كل لعبه من دول يا شباب لما تيجي تفتحها وهي تشعر ان في اونلاين موجود شغال، فبتنزل عاده ملف ابديت صغير خالص كده، سواء 2 ميجا 1 ميجا. ملف الابديت ده يا شباب بقى مهم لو انت خلال السبع ايام الاولانيين البريميوم اللي في السيرفر يا شباب تقدر تنزل الملفات الصغيره دي على طول بسريع جدا من غير اي مشاكل. تمام. بعد السبع ايام ما يخلصوا يا شباب وتبقى لايت زيي، وتيجي مثلا انت عاوز بقى خلاص تستمر على الاونلاين، ومثلا حابب مثلا تشتغل لعبه ثانيه من جي تي اي مثلا او حاجه، فهتلاقي برده ملف ال 4 ميجا ده موجود ويقول لك ده نعمله داونلود، فهتيجي تعمله داونلود بقى ساعتها وانت في اللايت هيقوم مديك ايرور، ساعتها مش هتعرف تشغل اللعبه. في العاب ممكن تشتغل عادي مش مشكله خالص لو انت دوست كنسل على الابديت دون، وفي العاب تقول لك لا تقوم معلقه خالص وما ينفعش تشتغل. خلاص فدي برده حاجه يا شباب تاخد بالك منها. اول ما تاكتف السيرفر يا شباب في خلال السبع ايام البريميوم الاولانيين، شغل كل الالعاب اللي عندك ونزل الابديتس اللي المفروض تنزل لكل الالعاب اللي عندك. دي يا شباب نصيحه مني. طيب كده يا شباب خلاص بعد ما عرفنا التنويه نخش بقى على جي تي اي، ولكن قبل طبعا ما نشغلها لازم بننقل الدي ال سي. لو انت عايز تنقل يا شباب الدي ال سي من عن طريق الفلاشه يا شباب، بنخش هنا يا شباب على الاورورا وبندوس على الفايل مانجر، بنخش هنا يا شباب على اليو اس سي بي، هنلاقي الفولدر بتاع جي تي اي 5 دي ال سي اللي احنا عملنا له كوبي من عن طريق الكمبيوتر. بنخش هنا كده وبنخش كده على اللعبه هنا كده ملف الابديت، والمفروض بنعلم على كل الكلام ده، بندوس على الاكس كده بنعلم على كله كده يبقى كله علامه صح كده لغايه الاخر. تمام. وبعد كده بندوس على كوبي. تمام. وكان نخش ندوس على الار، نخش على السيستم الناحيه الثانيه، مكان نخش زي ما احنا عارفين اتش دي دي 1، وبعد كده كونتنت 16 صفر، وبعد كده نختار جي تي اي 5. نفتح هنا كده، نفتح على الماركت بليس اللي هو الدي ال سي، يعني نفتح هنا كده. طبعا هنا يا شباب اوريدي اصلا عامل لهم كوبي فما فيش داعي اعمل لهم كوبي تاني، ولكن لو انت عايز تعمل لهم كوبي فبتخش كده تيجي ناحيه الشمال وتدوس على بيست بالشكل ده. خلاص فهيبتدي يعمل لك كوبي من الفلاشه للفولدر بتاع الدي ال سي بتاع جي تي اي 5 كده يا شباب. بالنسبه لو انت هتنقل الدي ال سي من عن طريق الفلاش. طيب لو انت يا شباب هتنقل من عن طريق الاف تي بي، فبتعمل تاكد رقم واحد بان انت الاف تي بي عندك شغال. تخش كده على الاف تي بي عندك سيرفر، تاكد ان هو شغال، وطبعا اليوزر نيم ما بيتغيرش، والباسورد اصلا بيبقى فاضي. لو دخلت كده خلاص ودوست على دن هتلاقيه هو بقى فاضي مفيش اي مشكله. وبتيجي كده عند الاي بي بتدوس تاني على زرار الباك، هتلاقي عندك الاي بي ادرس. فبتيجي كده عند الكمبيوتر عندك، في الكمبيوتر يا شباب بنكتب الاي بي اللي هو ظهر لنا في الاكس بوكس اللي هو كان 192.168.72. طبعا انت عندك هتلاقيه مختلف. اليوزر نيم بتكتب اكس بوكس اف تي بي مش اي مشكله. الباسورد فاضي والبورت فاضي، وبتدوس على كويك كونكت. هيقول لك الباسورد كده كده هو فاضي زي ما احنا قلنا، نسيبه فاضي كده ندوس على اوكي. هيخش كده معانا يا شباب على الاكس بوكس عندنا عن طريق الاف تي بي. فبكل بساطه يا شباب اتش دي دي 1 كونتنت 16 صفر، وبعد كده نخش على ملف اللعبه بالشكل ده 2، ونقوم مكبيرين الدي ال سيز زي ما انت شايف كده في المكان ده. ده بالنسبه للاف تي بي وبالنسبه للفلاش. بعد شباب بقى الكلام ده كله خلاص تمام، نرجع هنا تاني على الاكس بوكس، بنخش شباب على جي تي اي شباب بالشكل ده. نتاكد ان الدي ال سيز متحمله زي ما انت شايف كلهم متحملين مفيش اي مشكله، زائد طبعا الاربع بورتات بتوع الديسك 2. لو انت ما تعرفش ازاي تحمل جي تي اي 5 اصلا عندك، اتفرج على الفيديو بتاع الجيمز شرح فيه بالظبط ازاي تحمل جي تي اي 5 عندك على الاكس بوكس بتاعك. والتايتل بيتا يا شباب يستحسن بتنزل احدث واحد 27، ولكن طبعا انا منزل 26 ده عشان خاطر المود. اتفرج على حلقه المود يا شباب عشان تعرف ازاي تحمل مودز على جي تي اي 5 عندك على الاكس بوكس بتاعك لو انت عايز. قبل ما نشغل اللعبه يا شباب لازم نتاكد من السيتنج بتاعت السيرفر. علشان تتاكد من السيتنج بتاع السيرفر يا شباب، فبتفتح المنيو بتاعت السيرفر. بتفتحها ازاي يا شباب؟ بتدوس على يا شباب الداون في الباد هنا، داون دي باد، وبتدوس على البقره اللي على اليمين دي يا شباب مع بعض كده. هيفتح لك زي ما انت شايف المنيو بتاعه السيرفر. المفروض تتاكد ان كونكت تو لايف معمول عليها يس يا شباب. تمام. دي اهم حاجه. انا بالنسبه لي يا شباب عشان قاعد هنا في اليابان فانا عندي مشكله. المشكله اللي عندي ان انا ما ينفعش كونكت لايف كده على طول، لازم احول في بي ان. انا طبعا ما اعرفش انت ساكن فين، ولكن انت لو اللايف كونكت تو لايف اشتغل معاك من غير اي مشكله عادي، ودخلت على اللعبه ودخلت معاك عادي، خلاص انت كده تمام. لو وقفت معاك او حصلت ايرور او حاجه زي ما بتحصل معايا، علشان انا لو فتحت لعبه دلوقتي يا شباب هيديني مش هيكمل معايا التحميل وهيديني ايرور. فبتعمل ايه يا شباب؟ بتشغل يا شباب في بي ان. الفي بي ان يا شباب هنا ببلاش مع السيرفر مدعومه، حتى انت لو انت في اللايت. يعني انا حاليا يا شباب ده اللايت فيرجن يا شباب. فبتعمل ايه يا شباب؟ بتيجي كده لو انت عندك مشكله في الاكس بوكس لايف مش عاوز يكونكت او بيكونكت، هنا عندك ظاهر ان هو كونكت ولكن لما تخش على اللعبه ما بيخشش، بيديك ايرورز او حاجه. فبتعمل بتخش بقى عند الفي بي ان، في بي ان ستاتس ديسيبل، بتخش على كونفيجر
الفي بي ان يا شباب، بتخش على الفي بي ان هنا وتدوس على الفي بي ان ايه اون بالشكل ده، هيعمل كونكت طبعا ايه السيرفر سelection اوتوماتيك، مفيش اي مشكله كده، هيقول لك ان الفي بي ان خلاص جاهز. فمجرد بس بتخش على شمال كده وتدوس على ريكونكت تو اكس بوكس لايف، فبتدوس هنا كده هيفصل ويشتغل تاني، يعمل ايه، يحاول يعمل كونكت، ولكن من المره دي من عن طريق الفي بي ان. تمام كده يا شباب، ايه هو خلاص دخل على اكس بوكس لايف، وعندنا ايه الفي بي ان ستاتس اكتيف، وخلاص هو ايه عمل كونكتد من مكان في ايه في امريكا خلاص. فانت كده حاليا ايه تمام وجاهز للعب. وانا هنا عندي البروفايل بتاعي قال لي ايه سايند ان تو اكس بوكس لايف، فانا كده ايه جاهز والدنيا عندي تمام. لو خدنا بالنا كده يا شباب، لو فتحنا صفحه المنيو يا شباب هنلاقي ايه كل حاجه ظاهره، الفريندز والبارتي والمسج وكل حاجه، وحتى ايه الاكس كوميونتي. حاجه بس زياده قبل ما اشغل جي تي ايه، لو دخلت هنا شباب على الاكس كوميونتي يا شباب، دي فيها ايه الناس اللي بتلعب الالعاب الثانيه. لو انت عندك الالعاب دي يا شباب، فانت ممكن بتشغل لعبه من دول وبتعمل ايه جوين سيشن خلاص، وساعتها هيخش معاك للعبه اللي عندك ثانيه دي، وهتلعب ايه اونلاين من غير ايه مشاكل. بس ده ايه ده حوار تاني، احنا ايه دلوقتي احنا بنتكلم في جي تي ايه، فنركز في جي تي ايه. طيب كده خلاص يا شباب، ايه بعد خلاص ما حاليا احنا دلوقتي ايه متوصلين باكس بوكس لايف، فبكل بساطه يا شباب ايه نشغل اللعبه. تمام يا شباب كده ايه اكس كوميونتي لودد جي تي ايه 127 سيرفرز، فانت كده ايه تمام جي تي ايه 127 لودد تمام. طبعا ده يا شباب ايه اللي احنا حطيناه عندنا في الفلاشه لو انت فاكر. تمام يا شباب، طبعا انت ايه اول مره بتشغل السيرفر واول مره بتخش على اللعبه يا شباب بالشكل ده، هيدخلك على طول في الاول على الستوري مود. تمام، بعد ما يدخلك على الستوري مود يا شباب، من جوه الستوري مود من جوه المنيو بتخش وتدوس على ايه اونلاين. انا هنا طبعا عشان دخلت اونلاين قبل كده، عشان كنت بجرب قبل كده في الاول، فظهر لي عندي ان انا اقدر اخش اونلاين ايه على طول، فهدوس كده ايه اونلاين، فهيعمل لودنج للاونلاين ايه مباشره. تمام يا شباب كده ايه خلاص هو بيعمل جويننج للجي تي اونلاين. تمام يا شباب، طيب انا يا شباب ايه هغير الكاركتر عشان خاطر ده ايه استعباط يعني، مش انا اللي اخترت الكاركتر دي اصلا. المفروض يا شباب اول ما تشغل اونلاين يا شباب على طول بيظهر لك ايه الصفحه دي، بتختار بتعمل الكاركتر بتاعك يا شباب خلاص المفروض يعني. تمام، دي الكاركتر بتاعتي الاصليه الاولانيه اللي انا ايه كنت شغال بيها، دي كاركتر هو عملها لي ما اعرفش عملها لي ازاي، فانا ايه دي ممكن اصلا امسحها، ينفع امسحها يعني كده ايه امسحها مفيش مشكله. قال لي دوس ديليت يا عم ماشي ديليت. طب يا شباب كده ايه احنا عندنا ده مكان فاضي، ممكن ايه بتعمل هنا ايه كاركتر. تمام، تختار انت ايه الكاركتر اللي انت عايزها زي ما انت شايف جي تي اونلاين. بس طبعا ايه عشان خاطر ايه ما نخش في حوار الفيلم ده من اول وجديد بتاع البدايه والمهمات اللي ملهاش لازمه دي في الاول، فانا ايه هدخل على طول على البروفايل شافي بتاعي اللي انا كنت اصلا عامله من الاول يعني. بس الشباب كده ايه زي ما انت شايف انت بتلعب حاليا ايه اونلاين. لو خدت بالك انت ايه بص ده اللي تحت، ممكن ارجع تاني لو دوست على فوق ده كده وارجع فرلانكن تاني كده ايه هيخش على الستوري مود، ولكن طبعا احنا ايه شغالين اونلاين تحت فزي الفل. تمام، وبس كده يا شباب انت كده ايه حاليا اهو ايه بتلعب اونلاين زي الفل من غير اي ايه مشاكل. طبعا في بعض المهمات اللي ايه المفروض بتخلص في الاول زي تدريب كده او حاجه عشان خاطر يعرف يدخلك مع ايه مع ناس بقى وبتاع والكلام ده. وبكده يا شباب يكون اتعلمنا ازاي نلعب جي تي اي 5 اونلاين على الاكس بوكس 360 بتاعنا اللي معمول جيل بريك من عن طريق الباد افاتار ببلاش من غير ما تدفع فلوس، على طول شغال معاك من غير اي مشاكل. لو الفيديو بتاع النهارده يا شباب استفدت منه يا شباب، ما تنساش تديني لايك على الفيديو وسبسكرايب على القناه وشير الفيديو مع اصحابك علشان الناس كلها ايه تستفيد. ولو عايز تدعمني يا شباب لينك الباي بال موجود عندك في الديسكربشن. وان شاء الله الفيديو الجاي يا شباب هنتكلم مع بعض على السيستم لينك وازاي بنعمله كونفيجريشن وازاي بنشغله على الاكس بوكس 360 عندنا. استنوني الفيديو الجاي باذن الله، مع السلامه.